يفتتح في هذا اللقاء اللاعب للمنتخب الوطني. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، انطلقت ركلة البداية. الأحمر المنتخب الإسباني ومنتخبنا الوطني بالألوان البيضاء على يسار الشاشة. أن ماذا؟ أن يكرر الإنجازات لهذا المنتخب الكبير على مستوى القارة الأوروبية، القارة العجوز، والكرة إلى الخارج. منتخب الإسباني صاحب الصولات والجولات، 3 بطولات متتالية كانت 2008 و2010 و2002 الإيطالي. مرة أخرى من جديد عادت إلى صالح المنتخب الوطني وتبقى الإسباني. قائد الفريق اللاعب برنان توريس لاعب برشلونة، جهة اليمين تعود برنان توريس، ومرة أخرى إلى صالح المنتخب الإسباني وتبعد من أسود الرافدين في اللقطة اليمين. مرة أخرى يلا يا أسود الرافدين، يلا يا أسود الرافدين، حققوا النتيجة الإيجاب مرة أخرى من جديد، ولكن تبعد في اللقطة الماضية في الكرة السابقة إلى صالح المنتخب الإسباني. مرة أخرى من جديد إلى أسود الرافدين، جهة اليسار، جهة اليسار مرة أخرى من جديد، ولكن سهلة عند حارس المرمى. اجودت إلى المنتخب الإسباني جهة اليمين. حاول المنتخب الإسباني في هذا اللقاء جهة اليسار، هل يأتي الحل؟ تسديدة ولكن تبعد، وعدت ومضت وذهبت، ويتألق أحمد باسل في اللقطة الماضية ويبعد الخطر عن منتخبنا. كرة جميلة كاد منها يأتي الحل في هذا اللقاء عن طريق بانيا لاعب أتلتيكو مدريد. بانيا في اللقطة الماضية كاد يأتي بالحل، وحاول منتخبنا أن يحافظ على نظافة الشباك في هذا اللقاء. مرة أخرى من جديد ابعاد عن طريق أحمد باسل. مرة أخرى عادت إلى المنتخب الإسباني داني أولمو إلى جهة اليمين إلى المنتخب الإسباني، تسديدة مرة أخرى من جديد لنفس اللاعب، ولكن إلى خطأ لصالح المنتخب. وكما يقول الجواهري يعز علي أن أقول العراق. لماذا؟ لأنه لا يريد كسر العراق. نعم في اللقطة الماضية مرة أخرى من جديد عادت إلى مصلحة المنتخب الوطني جهة اليسار. حاول من جديد إلى صالح علي جاسم يعيدها إلى الخلف. هيا يا أسود الرافدين اسهروا في هذا اللقاء. نعم من أمام هذه الجماهير التي لهذا الملعب الذي نعم لهذا الملعب اللقاء. نعم من أمام هذه الجماهير التي لهذا الملعب الذي نعم لهذا الملعب الذي الرافدين جهة اليمين. ماركا بانيال إلى جهة اليمين، ولكن هل تكون التغطية؟ غطي يا أسود الرافدين وابعد في اللقطة الماضية. وعلى صالح المنتخب الإسباني جهة اليسار الجيرمادو إلى زميله، حاول مرة أخرى ولكن تغطية مثالية عن طريق زي دفاعات صامدة. لحد الآن دفاعاتنا صامدة في هذا المد الهجومي الخارق للمنتخب الإسباني جهة اليسار. مرة أخرى من جديد هل يأتي الحل؟ ولكن تبعد في اللقطة الوطني. مرة أخرى من جديد عاد الكرة الآن إلى صالح المنتخب الوطني. أحمد الإسباني مستبعدين من القائمة النهائية للمنتخب الوطني. مرة أخرى تلعب الكرة الآن ولكن تعود عن طريق بانيا إلى زميله ولكن إلى الخارج. قائمة المستبعدة، اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية للمنتخب الوطني كانت أحمد محسن مكنزي، ميثم جبار، داريو نامو، بيتر غورغيس ضد الأوروغواي. على مستوى المنتخب الإسباني مرة أخرى من جديد تعود إلى صالح المنتخب الإسباني. مرة أخرى هجمة سريعة مرتدة في هذا اللقاء عن طريق برنان توريس. برنان حاول جهة اليسار، تسديدة ولكن أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الإسباني عن طريق قيادة هذه الطلعة الهجومية. برنان توريس يسجل أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الإسباني عن طريق برنان توريس.
لقطة الماضية. نعم، بمهارة عالية وفردية في هذا اللقاء. فرنان توريس يسجل من جديد. حاول الآن جهة اليمين تتحول إلى صالح المتدور الإسباني، ولكن تغطية في اللقطة الماضية عن طريق ماركو فارج. تحولت الكرة ولكن تغطية مثالية في اللقطة الماضية لصالح المنتخب الإسباني. حاول الآن من جهة اليسار إلى اللاعب أليكس جرمادو مرة أخرى، لكن بعد في اللقطة الماضية زيد تحسين وبعد كرة الماضية الآن إلى ضربة الركنية لصالح المنتخب الإسباني الثانية التي سوف يشارك في نهائيات كأس العالم. جهة اليسار مرة أخرى تعود الآن إلى صالح اللاعب المتألق يورجا، ولكن على ما أعتقد ولا تخني الذاكرة وذهني يخني في هذا اللقاء أن الكرة الماضية يوجد عن طريق جيرمادو أليكس جيرمادو من جهة اليسار. مهارة العالية الظهير اليسار العصري في هذا اللقاء، ولكن إلى زميلة بانيا، ولكن كرة خرجت إلى الخارج. اللقطة الماضية بانيا وأليكس جيرمادو الظهير اليسار في اللقطة الماضية. هذا اللاعب نعم دائما ما يحاول اليوم ورعينا المنتخب الإسباني. دوسكي وأكام هاشم مرة أخرى. أكام لليسار تلعب الكرة الآن عن طريق اللاعب الذي يقود هذه الهجمة في هذه الأخرى. الله، لا يصد ولا يرد ولا يأتي إلا ميرخاس دوسكي بهدف عالمي، هدف جميل. نعم، عبر القارات يأتي بهدف التعادل في هذا اللقاء. الله 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 على أسود الرافدين. نعم، ردة فعل جميلة وهدف في هذا اللقاء. ميرخاس دوسكي في هذه المباراة قال للكرة اذهبي وعانقي ودوني في هذا اللقاء. دون التعادل، تعدلت الكفة والميزان وتساوى الميزان في هذا اللقاء من جديد إلى صالح المنتخب الإسباني. حاول الآن عن طريق يورخا إيجلاس الاستحواذ في هذا اللقاء، لن ينفع المنتخب الإسباني مرة أخرى من جديد، ولكن يتألق أحمد باسل مرة أخرى. يتألق أحمد باسل نعم في تصدي رائعين في اللقطة الماضية إلى الخارج من جديد، وبعدت الكرة وعادت إلى ضربة مرمى لصالح. عادت الآن إلى صالح المنتخب الإسباني. لقطة الماضية جهة اليسار عن طريق ميرخاس دوسكي كالعادة التعادل الإيجابي الذي نعم أفرح الجماهير العراقية التي المنتخب الإسباني. لمسات جميلة، اللمسات الحاضرة في هذا اللقاء، ولكن العبرة في ماذا؟ العبرة في الخواتيم. مرة أخرى عادت إلى داني أولمو، إلى زميلة إيرميك لابورت لاعب أتلتيكو بالباو، إلى جيرمالدو أليكس جيرمادو، إلى زميلة. صمود الأبطال، صمود الغيارة مرة أخرى من جديد. الله، قيادة هذه الطلعة الهجومية لصالح المنتخب ويكسب منها خطأ وبطاقة صفراء. لقطة هجومية رائعة من لاعبنا المنتخب الوطني الذي قاد هجمة وتحصل بطاقة صفراء. منتخب الإسباني، ولكن الأسود جهة اليمين تحولت إلى فرنان توريس صاحب الهدف لصالح المنتخب الإسباني، وتبعد عن طريق إبراهيم بايش. مرة أخرى عادت الآن إلى جهة اليسار عن طريق بانيا أليكس بانيا مرة أخرى. الله على اللقطة الماضية، اللقطة السابقة. تبعد، أبعد يا زيد إسماعيل، أبعد يا زيد في هذا اللقاء. وتعود مرة أخرى إلى تسديد. الله، اللقطة الماضية عدت بسلامات على مرمانا، عدت بسلامات عن طريق فرنان توريس. لقطة الماضية تسديدة جانبت العارضة والحارس وأبعدت من الحارس. باسل، ضربة ركنية. أليكس بانيا عن طريق التنفيذ الركنية مرة أخرى من جديد. تعود تسدد
وتبعد إلى الخارج. عدت بسلامات على مرمانا في اللقطة الماضية عن طريق داني أولمو. حتى ربوع شعبنا الحبيب وبلدنا الحبيب وجماهيرنا الرياضة، المباراة التي انتصر بها أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف ضد المنتخب البوليفي، التي كان الحاضر اليوم علي الحمادي، وعلى دكة البدلاء اللاعب أيمن حسين. هدفين سجل وأفرح الجماهير العراقية بأكملها. مرة أخرى علي جاسم قيادة هذه الطلعة الهجومية، الثاني في هذا اللقاء يا أسود الرافدين، في هذا اللقاء الثاني. مرة أخرى إبراهيم بايش حولها إلى جهة من تسديدة، ولكن حسين علي حيدر اللقطة الماضية سدد قائد الفريق، إلى اليسار، تعود مرة أخرى وترسل الكرة. هل يوجد فيها تسلل في هذا اللقاء؟ ولكن راية وتسلل على علي الحمادي اللاعب لون تاون الإنجليزي. كرة الماضي لعبت خلف المدافعين التاريخ وللأجيال. نعم، ننتصر اليوم مرة أخرى من جديد، ولكن تغطية مثالية. برافو في اللقطة السابقة للاعب زيد تحسين غطى في هذا اللقاء. الشوط الثاني يا من تتابع يا من تشاهد هذا اللقاء. كرة الآن من جديد يا صالح المنتخب الإسباني، حاول الآن أيمن حسين مرة تسديدة في اللقطة الماضية، عدت بسلامات في اللقطة الماضية عن طريق اللاعب الذي سدد، اللاعب هيسوس رودريغيز لاعب البديل في هذا اللقاء، سدد في اللقطة الماضية، جرب حظه. والأسود نعم تحاول الزئير في هذا الملعب، ملعب ميزاو، ملعب نادي ديبورتيفو لا كارونيا، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، سددت وعلى ما أعتقد ركنية لصالح المنتخب الإسباني في اللقطة الماضية. كرة السابقة جميلة، كرة لصالح المنتخب الإسباني من جهة اليسار، نفذت الركنية مرة أخرى من جديد، ولكن عدت بسلامات على امتداد سيرجيو غوميز. مرة أخرى عادت الآن لصالح منتخبنا الوطني. كرة العرضية الآن، وهل يأتي بالحل؟ ولكن حارس البصرة الفيحات، وتوج بها منتخبنا الوطني بلقب البطولة على المنتخب العماني ب3 أهداف مقابل هدفين. مرة أخرى من جهة الركنية، كرة الآن تنفذ مرة أخرى من جديد، عادت الآن هي للحل، ولكن تبعد في اللقطة الماضية إلى رمية جانبية لصالح المنتخب الوطني. كرة إلى صالح المنتخب الوطني مرة أخرى من جديد جهة اليمين، مرة أخرى كرة الآن صالح المنتخب الإسباني، يسوس رودريغيز، تلعب الكرة وتبعد عن طريق كام هاشم من مرخاص عن طريق يسوس رودريغيز. مرة أخرى تعود وإلى خطأ في اللقطة الماضية على اللاعب زيد إسماعيل، خطأ، ارتكاب الخطأ في اللقطة السابقة وبطاقة صفراء على زيد. مين لعبت الكرة بسرعة، سيرجيو غوميز إلى زميله اللاعب يسوس رودريغيز، تلعب الكرة، ولكن كرة الماضي عدت بسلامات على مرمانا إلى ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني. كرة الماضية كاد يأتي من الحل طريق اللاعب غونزالو، مرة أخرى إلى جهة اليسار صالح المنتخب الإسباني من جديد، يحاول المنتخب الإسباني تسديد، ولكن الكرة إلى تغييرات في هذه المباراة. الوطني، ولكن كرة الحق عليها في اللقطة الماضية، عادت إبراهيم بايش عرضية المثالية، ولكن منتخب الإسباني جهة اليسار. كرة الآن من جديد والتمويه في اللقطة الماضية والإبعاد من مناف يونس. عادت مرة أخرى سيرجيو غوميز لاعب ريال سوسيداد إلى زميله بانيا،
مرة أخرى جهة اليسار وهي للحل، ولكن على ما أعتقد تسلل في لقطته الماضية، تسلل لقطته الماضية. لويس دي لابونتي مدرب الإسباني للفريق الإسباني، لقطته الماضية. ودوري نجوم العراق كانت بتغطية حصرية للدوري الذي نقل، جميع المباريات نقلت على شاشة وطن، شاشة قناة العراقية الرياضية. مرة أخرى من جديد جهة اليمين، تلعب الكرة الآن وتبعد من دفاعات منتخبنا إلى جهة اليمين، عادت لصالح المنتخب الوطني. مرة أخرى من جديد هل يأتي الحل في هذه الكرة عن طريق علي جاسم. علي جاسم قيادة هذه الطالة الهجومية، ولكن